صدقيني محدش هيقولك شكرا لما صحتك تخلص، ولا حد هيفضيلك نفسه لما تقعي من طولك. التضحية الزيادة عن اللزوم مش شطارة، دي قلة قيمة لنفسك وانتي اللي بتجيبيها بإيدك. فوقي علشان العمر بيعدي وصحتك اللي بتدوب كل يوم في رضا الناس مش هترجعلك تاني. انتبهي لنفسك قبل ما تصحي في يوم تلاقي الشعر الأبيض ملا راسك وجسمك مهدود، والناس اللي ضحيتي بعمرك علشانهم بقوا يشوفوا تضحيتك دي فرض عليكي وواجب. لو نسيتي صوتك الحقيقي وسط كلام الناس وحاسة انك تايهة ومحتاجة ترجعي لنفسك، الفيديو ده مش كلام انشا ولا شعارات وخلاص. الفيديو ده معمول علشان تصحصحي للي باقي من عمرك. قبل اي حاجة هتعبك معايا شوية وتنزلي تحطي اللايك وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش، وتطلعي تاني بسرعة وهاتي كوباية الشاي بتاعتك وتعالي نحط النقط على الحروف. انتي مش آلة مكملة بشحن وهمي، انتي إنسانة بقالك سنين بتجري علشان ترضي ده وتجبري بخاطر دي، وبتيجي على نفسك وصحتك ونومك علشان يتقال عليكي شاطرة وأصيلة، وفي الآخر بتقعدي في آخر اليوم لوحدك تعبانة ومحدش حاسس بيكي ولا بالوجع اللي جواكي. خلينا نكون صراحة مع بعض، احنا اتربينا على ان الست الشاطرة هي اللي تقول حاضر ونعم لكل حاجة، بس اللي محدش قالهولك انك لما بتقولي حاضر لكل الناس على حساب نفسك انتي في الواقع بتقولي لأ لصحتك ونفسيتك وجسمك. كتالوج ارضاء الجميع على حساب نفسك سكته واحدة: المرض والضغط والقهر. لما جارتك تطلب منك حاجة وانتي قايمة من دور برد وجسمك مهدود، او لما قرايبك يضغطوا عليكي في عزومة فوق طاقتك المادية والجسدية وتيجي على نفسك وتوافقي، انتي هنا مش طيبة وجدعة وبنت اصول، انتي بتظلمي نفسك. طب ليه بنقع في الفخ ده؟ وليه كلمة لأ بتقف في زورنا وبنحس بعدها بجلد ذات وتأنيب ضمير كأننا عملنا جريمة؟ لأنك ببساطة ربطتي حب الناس ليكي بالخدمات اللي بتقدميها ليهم. خايفة لو قلتي لأ أو مش هقدر يقولوا عليكي اتغيرتي أو ما بقيتيش أصيلة ويتجنبوكي، فبتشتري رضاهم بقطعة من صحتك وأعصابك. إزاي تقولي لأ من غير ما تحسي بالذنب؟ وعلشان تطلعي من السجن ده لازم تبرمجي عقلك على 3 قواعد ذهبية. أولا، لأ لطلب الشخص مش رفض للشخص نفسه. لما تقولي لأ مش هقدر أعمل الخدمة دي النهاردة، انتي مش بتكرهي الشخص، انتي بس بتعتذري عن الفعل. اللي بيحبك بجد هيحترم ظروفك، واللي يزعل علشان قلتي مش قادرة ده مش بيحبك انتي، ده بيحب مصلحته معاكي. مشكلتنا لما بنقول لأ بنقعد نعيط ونبرر ونشرح: اصلي والله ركبتي وجعاني والغسالة باظت وعندي مشوار في الحتة الفلانية. المبررات الكتير دي بتديكي انتي نفسك إيحاء داخلي انك مذنبة، وبتفتح الباب للي قدامك انه يضغط عليكي اكتر. قولي والله يا حبيبتي نفسي اساعدك بس حقيقي مش هقدر النهارده، ونقطة وخلصنا. لو الكلمة تقيلة على لسانك في الاول استخدمي اسلوب شراء الوقت. لما حد يطلب منك طلب فوق طاقتك ما تقوليش حاضر فجأة كده وكأنك متاحة طول الوقت. قولي طب سيبيني اشوف نفسي ورايا ايه وهرد عليكي. الشوية دول هيفصلوا تفكيرك ويخلوكي تقرري بعقل مش بالعاطفة، وتردي وانتي ثابتة. افتكري دايما لو ما قدرتيش تقولي لأ للحاجة اللي بتأذيكي، النعم بتاعتك ملهاش قيمة. حدودك هي اللي هتحميكي، والناس هتعاملك بنفس الطريقة اللي بتعاملي بيها نفسك. لو هانت عليكي نفسك وصحتك هتهوني عليهم. نيجي بقى للمصيدة التانية اللي دمرت نفسية ستات كتير: انك مخلية رأي الناس هو الميزان اللي بتوزني بيه قيمتك وثقتك في نفسك. يعني ايه؟ يعني لو جوزك دخل البيت ولقاه مكركب شوية او الاكل ناقص شوية ملح وقالك كلمة تضايقك تحسي انك فاشلة ومقصرة والدنيا خلاص اسودت في وشك. وحماتك لو رمت كلمة على طريقة تربيتك لولادك أو على وزنك اللي زاد تروحي تقفلي على نفسك الأوضة وهاتي عياط وتحسي إنك ولا حاجة. انت عارفة انت بتعملي ايه؟ انت مدية ريموت كنترول مشاعرك وثقتك بنفسك لكل من هب ودب. اللي عاوز يفرحك يدوس على زرار الكلمة الحلوة، اللي عاوز ينكد عليكي ويحسسك بالفشل يرميلك كلمة سم ويدوس على زرار الانتقاد. والسؤال هنا هو مين فيهم عايش عيشتك؟ مين فيهم اللي بيصحى من النجمة ويطبخ وينظف ويشيل هموم ويدبر ميزانية؟ محدش. تعالي بقى نفهم الحقيقة اللي هتريحك العمر كله: كلام الناس ورأيهم فيكي مش حقيقة مطلقة، ده مجرد انعكاس للي جواهم هم، مش اللي انت تستاهليه. لما حد ينتقدك الانتقاد ده بنسبة 90% ملهوش علاقة بيكي، ده متعلق بعقده وبنقصه ونظرته للحياة. يعني لو واحدة فاشلة في بيتها تفتكري نظرتها ليكي هتبقى عاملة ازاي؟ أول حاجة هتعملها إنها هتدور على أي غلطة في بيتك علشان تحس إنها مش لوحدها،
ولو واحدة مضغوطة ومش عارفة تربي عيالها هتيجي تتفلسف عليكي علشان تبان إنها فاهمة. انتي بقى بتاخدي الكلام على أعصابك ليه وبتعتبريه حكم محكمة؟ علشان تفوقي من الوهم ده لازم تحطي في دماغك 3 حاجات. أولهم افصلي بين فعلك وبين قيمتك كإنسانة. لو حرقتي طبخة أو نسيتي مشوار مهم أو عيالك صوتهم عالي في الشارع، ده معناه إن السلوك أو الفعل محتاج يتصلح، مش معناه إنك بني آدمة فاشلة. الغلط في الفعل مش قلة قيمة لشخصك، ومحدش في الدنيا معصوم من الغلط. تاني حاجة، رأي الناس مجرد وجهة نظر مش صك وغفران. لما حد يقولك انت تخنتي، انت مقصرة، قولي لنفسك جوه دماغك ده رأيه هو وهو حر فيه، بس الرأي ده ملوش أي سلطة عليا. رأي الناس فيكي لا هيزود في مصروفك ولا هينقص من صحتك ولا هيغير مكانتك عند ربنا. قيمتك ثابتة لأن ربنا كرمك وخلقك، مش مستنية حد يديكي شهادة تقدير علشان تقولي أنا موجودة. تالت حاجة هي تقيلة شوية بس خديها من أختك، بطلي تدوري على اللقطة والمدح. طول ما انت مستنية كلمة حلوة زي تسلم ايدك، انت شاطرة، برافو، علشان تحسي بالرضا من جواكي، هتفضلي شحاتة اهتمام تحت رحمة أمزجة الناس. اللي قدامك لو رايق هيمدحك، ولو متخانق في الشغل هيطلع قرفه عليكي. اشبعي نفسك بنفسك. لما تعملي حاجة حلوة بصي في المراية وقولي لنفسك برافو عليا، تسلم ايدي، انا بطلة. افتكري دايما الناس لو شافوا فيكي حاجة مش هيرحموا عيوبك، ولو بقيتي شمعة منورة هيقولوا دي بتنور علشان تعمينا. يعني لو طبختي أحلى أكل ونضفتي البيت وخليتيه زي القشطة هيسيبوا كل ده ويمسكوا إنك مبوزة أو ما بترغيش معاهم. ولو قعدتي تضحكي وتكبري بخاطرهم هيقولوا دي رايقة وما وراهاش حاجة. رضا الناس عامل زي الغربال، مهما حطيتي فيه مجهود وصحة ووقت هيقع من فتحاته، ومحدش هيملى عينه حاجة، علشان إرضاء الناس غاية لا تدرك، وإرضاء نفسك وصحتك ونفسيتك هي الغرض اللي لازم تحافظي عليهم. قيمتك جواكي انتي مش في عيون اللي حواليكي. نيجي بقى للمجزرة اليومية اللي بتعمليها في حق نفسك من غير ما تحسي، جلد الذات وتأنيب الضمير. انتي عارفة يعني ايه جلد ذات؟ يعني طول ما انتي قاعدة في صوت جوه دماغك لابس لبس القاضي وماسكلك الكرباج وبيحاسبك على النفس اللي بتتنفسيه. شفتي العيال نايمين زعلانين ازاي علشان اتعصبتي عليهم؟ انتي ام فاشلة. بصي في المراية، وشك دبلان ووزنك زاد علشان انتي مهملة. جوزك نزل الشغل متضايق، يبقى اكيد انتي السبب علشان ما لحقتيش تكوي القميص. انتي متخيلة حجم الرعب اللي انتي عايشة فيه؟ انتي عايشة مع عدو جوه راسك ما بيفوتلكيش غلطة، مش بيفتكر ليكي انك صاحية من النجمة بتطبخي وتغسلي وتذاكري وتسمعي مشاكل لده وتداري على ده. لا، القاضي اللي جوه دماغك ده اعمى، ما بيشوفش غير النقص والتقصير بس. ربنا سبحانه وتعالى ما خلقناش ملايكة، خلقنا بشر، بنغلط وبنتعب وبنهنج. مفيش كتالوج في الدنيا بيقول ان الست الشاطرة لازم بيتها يبرق 24 ساعة وعيالها يبقوا مؤدبين بالمسطرة وهي تفضل طول الوقت مبتسمة ولابسة على سنجة 10. دي مش ست بيت، ده كائن فضائي بقى على كده. وعلشان تقفلي المحكمة دي وتتخلصي من تأنيب الضمير وجلد الذات، طبقي ال3 خطوات دول حالا. اول خطوة، تقبلي اليوم البايظ. عادي جدا انك تصحي في يوم ملكيش نفس تعملي حاجة، عادي ان الغدا يكون بسيط، عادي انك ما تبقيش قادرة تتكلمي. تاني خطوة، غيري لغة الحوار مع نفسك. لما تغلطي او تقصري في حاجة اسألي نفسك، لو صاحبتك هي اللي عملت الغلط ده كنت هتجرحيها؟ اكيد لا. كنت هتاخديها في حضنك وتقولي لها معلش حصل خير، انت الضغط عليكي عالي، بكرة تعوضيها. طب ليه بتستخسري الحنية دي في نفسك؟ اتعاملي مع نفسك زي صاحبتك وطبطبي عليها. تالت حاجة، بطلي مقارنات. اكبر مقبرة لراحة البال هي المقارنات. لما تفتحي الموبايل وتتفرجي على البلوجر وتقارني حياتك وشكلك وبيتك بيهم وبتنسي ان ده تصوير ومونتاج واعلانات مدفوعة، ده مش حقيقي. ما تقارنيش كواليس حياتك الحقيقية بلقطات معمول لها مونتاج. جلد الذات المستمر مش بيصلح الغلط، ده بيهد ثقتك بنفسك وبيحولك لست عصبية ومكتئبة وطاقتك صفر. ارحمي نفسك شوية وافتكري دايما انت بتعملي اقصى ما في وسعك على قد طاقتك وظروفك، وده كفاية جدا ويستحق التقدير. وعلشان نعمل تغيير حقيقي خطوة بخطوة، مش محتاجة تقلبي حياتك رأسة على عقب، خطوات بسيطة قوي هترجعك لنسختك الجميلة اللي جواكي. أول حاجة، ربع ساعة ليكي تكون مقدسة، مفيش فيها طلبات، مفيش مكالمات. اشربي فيها قهوتك أو أي مشروب بتحبيه وافصلي واستمتعي بشوية هدوء وروقان.
تاني حاجة اهتمي بصحتك، انتي مش هتعرفي تسندي بيت بحاله وانتي مهدودة. كلي اكل يغذيكي، نامي كويس على قد ما تقدري، واكشفي لو تعبانة بعد اذنك، يعني عشان احنا اكتر حاجة بنستخسرها في نفسنا ان احنا نروح للدكتور ونكشف. تالت حاجة فلتري علاقاتك. الناس اللي طول الوقت بتنتقدك وتهد فيكي قللي قعدتك معاهم على قد ما تقدري، وحوطي نفسك بناس تشوف الحلو اللي فيكي. لما تخلي نفسك أولوية انت بتشحني بطاريتك علشان تقدري تدي لبيتك ولولادك حب حقيقي، مش حب طالع بالدموع والعصبية وضغط الدم. في نهاية كلامنا النهاردة، حبك لنفسك أول خطوات بناء نسختك الجديدة، هو طوق النجاة ليكي ولكل اللي حواليكي. انتي غالية وتستاهلي تتحبي من نفسك قبل اي حد. دلوقتي عاوزاكي تنزلي تكتبيلي في التعليقات انا استحق الحب من نفسي اولا. ولو حاسه ان الكلام ده فادك وجه في وقته، ما تنسيش تشتركي في القناه وتدخلي عيلتنا، احنا هنا سند لبعض. والاهم فعلي الجرس علشان اللي جاي كله خطوات عمليه علشان نعيش براحه نفسيه وتنظيم لحياتنا. اشوفكم في فيديوهات جايه كتير اقوى واعمق واقرب لقلوبنا، وسلام.